بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين المطهرين وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أصحاب الفضيلة والسعادة، إخوة الكرام، أخوات الكريمات، وأخص بالذكر وكنت أريد أن أذكر أسماءكم واحدا واحدا، ولكن أكتفي بمن يمثل المجموعة كلها من خلال ترحيبي ومخاطبتي لأخي الحبيب السيد أردل يرار رئيس منتدى الأعمال الدولي، وكذلك الأخ الحبيب السيد عبد الرحمن كان رئيس جمعية موسياد هذه الجمعية المباركة، وكذلك بأخي الحبيب أخاطبه دكتور أشرف على هذه الجهود الطيبة المباركة التي يقوم بها دكتور أشرف حقيقة خدمة للاقتصاد الإسلامي إرضاء لله سبحانه وتعالى، وفي الوقت نفسه هو خدمة لهذا البلد العزيز. يريد دكتور أشرف أن يجمع هذه الخبرات العظيمة العزيزة في هذا البلد العزيز، وأن يقدم إخواننا وعلى رأسهم أخي الحبيب دكتور أشرف لهذا البلد العزيز حباً لهذا البلد وتقديراً لهذا البلد، فلذلك فهو مشكور ومأجور، وجزاه الله عنا وعنكم خيراً ووفقه لما يريد. وبعد الشكر لكل من ساهم في هذا المؤتمر، لا يمكن أيها الإخوة الأحبة أننا ننسى هذا البلد العزيز الذي أصبح ملاذاً للمساكين والفقراء واللاجئين والمهاجرين، فبارك الله في هذا البلد شعباً ورئيساً وحكومة، ووفقهم إن شاء الله لمزيد من الخيرات وللرشاد والسداد. نسأل الله لهم السداد والرشاد أيضاً. إخوة الكرام، هذا الموضوع الذي نحن بصدده موضوع في غاية من الأهمية. عنوان المؤتمر: الأسواق المالية الإسلامية بين الواقع والواجب. الأسواق المالية كما لا يخفى على حضراتكم يراد بها الأسواق الثانوية التي يتم فيها الأوراق المالية، وطبعا كانت الأوراق المالية في السابق محصورة في الأسهم والسندات المحرمة. اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى وجهود الباحثين والمؤسسات الإسلامية المالية أصبحت لدينا صكوك، وإن كانت هذه الصكوك تحتاج أيضا إلى التطوير، وأن تتحول هذه الصكوك إلى صكوك تنمية بدل أن تكون داخل صكوك. يعني من أجمل ما ذكره أخي الحبيب رئيس المنتدى قضية السجن. أنا أسمي الرخص الشرعية التي نقدمها نحن ضمن هذه ما تفضل به رئيس المنتدى من أنه نحاول يعني نجد فرصة، لكنه الرخص وحتى البدائل لا تمثل الاقتصاد الحقيقي أبداً، وإنما هو علاج لمرض، لكن البناء يبدأ من البنية التحتية للاقتصاد الإسلامي، لمشروع متكامل للاقتصاد الإسلامي، ومشروع متكامل تنموي متكامل في كل جوانبه، يشمل الجانب الاستثماري ويشمل الجانب التمويلي ويشمل الجانب الخدمي ويشمل جانب القروض الحسنة، ويشمل كذلك المشروعات الصغيرة مايكرو فاينانس كما يسمون، ويشمل الوقف ودور الوقف في تنمية المجتمع. هذه الصورة المتكاملة للمؤسسات المالية الإسلامية. وقبل ذلك حقيقة قضية الاقتصاد الإسلامي بصورته المتكاملة
التي تتضمن من الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي، أي مثل ما أشار أخي دكتور أشرف دور الدولة في 4 قضايا أساسية: في قضية التوظيف والتشغيل، وقضية حفاظ على القضايا النقدية والسياسة النقدية وما أشبه ذلك، وغير ذلك مما يدخل في هذا الجانب. ثم الاقتصاد الجزئي، وهو الأساس، الذي هو اقتصاد القطاع الخاص بكل ما تعني هذه الكلمة، بسياساته المالية وسياساته الاقتصادية وسياساته النقدية التي تعود في جزء كبير منها إلى الدولة. فالاقتصاد هو حقيقة عملية متكاملة. نحن والحمد لله خلال 40 سنة أخذنا ببعض تطبيقات الاقتصاد الإسلامي، وهي الصيرفة الإسلامية والتأمين الإسلامي، ولا يمكن أن تكون هذه المؤسسات تمثل الاقتصاد الإسلامي. ولذلك نحن نطالب من 40 سنة، من يوم أنا حقيقة دخلت في عالم الإشراف على المؤسسات المالية الإسلامية والمجامع الفقهية، نطالب ب3 أشياء أساسية. الشيء الأول: مشروع متكامل للاقتصاد الإسلامي، يكون الاقتصاد الثالث. اليوم الاقتصاد الشيوعي والاشتراكي سقط من عام 1991 تماما، لم يبقى. الاقتصاد الرأسمالي أصيب بنكسات وهزات عنيفة، وبخاصة في عام 2008، ولا زال ذيول هذه الأزمة قائمة. واليوم اقتصاد الرأسمالي، وأنا أتابع بالتأكيد وأشارك وأشترك مع كبار الاقتصاديين الغربيين في هذا المجال، حقيقة هم إن صح التعبير يحقنون الاقتصاد الرأسمالي لأن يعيش أكبر فترة طويلة، لأنه لا يوجد بديل. ولذلك اليوم ظهرت أشياء كثيرة جدا كلها من فكرنا. يعني مثلا اليوم أنا جئت حقيقة قبل يومين، كنت في ماليزيا نتحدث عن الصيرفة الاجتماعية، المسؤولية الاجتماعية والمجتمعية. قلت يا إخوة الكرام، وطبعا هذا بعدما ظهرت هذه الفكرة في الغرب، اليوم نحن نتلقفها مع الأسف الشديد. وقبل سنة دعينا من خلال 50 بنك مركزي، وأنا دعيت إلى مناقشة الاقتصاد الدائري، وقلت يا جماعة والله هذا اقتصادنا، لكن أين نحن؟ إذا كانت المؤسسات المالية الإسلامية قد تطورت بسبب أنها وجدت وعملت وطبقت، فإن الاقتصاد الإسلامي لا يمكن أن يتطور إلا إذا طبق في أحد البلاد بصورة صحيحة. ولذلك أملنا نحن، كما أكد أخي دكتور أشرف وأنا أكد كلامي من عام، أنا أريد أن تتحول اسطنبول إلى عاصمة الاقتصاد الإسلامي، وليس إلى عاصمة الصيرفة الإسلامية. نحن نبدأ من الأخير، نبدأ من الفروع ونصل إلى الأصل، أننا نبدأ من القواعد. وبالمناسبة الذين يقولون بأن المذهب الحنفي أو الأصول الحنفي ينطلق من الفروع إلى الأصول، أنا حققت هذه المسألة فوجدت أن هذا الكلام غير دقيق. الحنفية أيضا اهتموا من القواعد العامة إلى الفروع، ثم بعد ذلك انطلقوا لأخذ واستقراء وأخذ القواعد العامة الاستقرائية من خلال الفروع، فأخذوا بالقاعدتين ولم يكتفوا بهذه المسألة. ولذلك يعني علم أصول الفقه الحنفي هو لا يختلف أبدا عن علم أصول ما يسمى بعلم أصول المتكلمين. فلذلك إخوتي يجب علينا فعلا أن نبدأ من القواعد العامة، من الاقتصاد إلى التطبيقات، ثم من التطبيقات نعالجها لاستخراج قواعد جديدة جدا. فهذا هو المطلوب، وأنا أكرر هذا الكلام، أن هذه المسألة تحتاج إلى مشروع متكامل. وقد قدمت ما أدعي هذا معالم مشروع
لمؤتمر القمة العربية الاقتصادية عام 2010، ولكنهم مع الأسف الشديد لم يقبلوا بهذا المقترح. واليوم إن شاء الله أملنا أن يقبل بهذا، كما أنني قدمت مشروعين حقيقة أو معالم مشروعين بتواضع حقيقي لفخامة الرئيس عن طريق أحد مستشاريه للوصول إلى نقد بديل بعدما سقطت كل مستلزمات الدولار الأمريكي الذي أنجز ووضع الدولار الأمريكي عام 1944 من خلال هذا المؤتمر المعروف المشهور، ووضعوا له آليات وأدوات، والتزمت أمريكا بأن تكون عملتها مغطاة بالذهب. لكنه في عام 1971 تخلت أمريكا كعادتها من هذا، وبالتالي لم المفروض أن تنتهي أو أن ينتهي كل ما بني على مؤتمر 44 حول الدولار. لكنه العالم الإسلامي والعالم الغربي اليوم فرصة، وقدمت هذا المشروع من 21 بندا، وبخاصة الصين وروسيا وبعض الدول الإسلامية وحتى بعض الدول الأوروبية ستقف معنا، ولكن بنفس المواصفات، أن نصنع بنكاً صندوق النقد الدولي، وكذلك أن نعمل حقيقة كل مستلزمات التي أقيمت عام 1900، وهي ما يسمى بالبنوك الرأسمالية، الذي هو صندوق النقد الدولي وما يتبعها من صناديق وما يتبعها من البنوك والبنك الدولي وما أشبه ذلك. وأنا لا أعتقد أننا نستطيع من ذلك، لكن ليس بالضرورة أننا نصل خلال سنة أو سنتين. نستطيع أن نصل، أنا أقول نشكل لجنة من القانونيين والاقتصاديين الكبار، وكذلك من الشرعيين المتفهمين للقضية، وأنا أعتقد وبالتعاون مع هذه الدول سنصل إلى البديل. لا يجوز لنا شرعاً بصراحة أن نبقى مكتوفي الأيدي وأن نبقى داخل هذا السجن الذي يقوله أخونا الكريم. إلى متى نبقى في هذا السجن؟ يوم الرسول صلى الله عليه وسلم بنى المسجد قال: ما هذه؟ قال: هذه سوق بني قينقاع. وماذا فيها؟ قال: والله فيها أسلحة وفيها يصنعون كذا وكذا. التفت قال: وما هذه؟ هذه سوق بني نظير. وما الذي فيها؟ هذا فيها كل التجارة والحبوب والزكاة. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد أن تبنى حول المسجد سوق، وإن كانت هذه السوق سوقا أولية لكنها تطوير، ووضع لها أيضا محتسبا، والمحتسب له حكم تقريبا مثل القاضي أو له بعض الصلاحيات القاضي. هذا هو البديل. لابد أن نخطو خطوة وأن نكون جريئين جدا في الخروج من هذا السجن. فعلا ليس سجن الجزئيات مثل قضية الخمر وما، لا، سجن كلي، سجن الاقتصاد. الاقتصاد أيها الإخوة الأحبة كما يقول العلماء هو إدارة الثروة، والثروة هي المال، والمال في نظر الإسلام، والله أنا ربما قرأت أكثر من 300 كتاب في الرأسمالية وغيرها، ما وجدت عناية، والله وأنا أحلف وأنا صادق في هذا، عناية بالمال وأهمية المال مثل القرآن الكريم في هذه الآية الكريمة فقط، حيث قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. أولا جعل القضية اجتماعية، مسؤولية الحفاظ على المال واستثمار المال وتنمية المال وتشغيل المال وإنتاج المال والتبادل والتداول والتوزيع وكل هذه الأشياء مسؤولية اجتماعية، لأنه أضاف الأموال إلى المجتمع رغم أن الأموال هي أموال السفهاء. ثم قال: التي جعل الله لكم قياما. قيام في اللغة العربية اسم مصدر. اسم مصدر في اللغة العربية هو الشيء الذي يقوم به الإنسان. يعني مثلا على سبيل المثال من شر الوسواس، الوسواس هو الوسوسة، القلب.
أما الوسواس هو الشيطان الذي يقوم بالوسوسة. القيام هو ما يحرك الإنسان، ما يجعل الإنسان قائما، هذا معناه. المال هو يجعل المجتمع يقوم، ينهض، يتحرك، يتطور. فالمال كما أن الإنسان يتحرك ويقوم بالروح، فإن المال في ضوء هذه الآية روح المجتمع، ولكن بعد شرطين: بعد الإيمان والعقيدة والأخلاق. هل تجدون كلمة واحدة تعطي هذه القيمة؟ وفعلا أخي، إحنا الآن حركتنا، أشوف أي شيء نعمل وعلى طول نزلت قيمة العملة والناس خسروا بالملايين. وأي شيء تعمل أو ترضي كذا. وطبعا القرآن الكريم قال: هؤلاء لن يرضوا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ودقة القرآن لم يقل حتى تتبع دينهم، ملتهم أي ثقافتهم، حضارتهم، أن تهيئ لهم ما يريدون، كما يريدون أنهم يريدون في كل مكان أي غرب يروح لابد أن تكون هناك يهيئ له الجنس ويهيئ له الموسيقى وتهيئ له الخمور وتهيئ له كل شيء، وحتى لا تعطى درجة 5 ستارز للفنادق إلا إذا في هذه المحرمات حتى تتبع ملتهم. لذلك إلى متى فعلا أنا كان غيرت أصلا محاضرتي حينما سمعت هذا الكلام الذي يجول في قلبي وفي ذهني. لابد أيها الإخوة الكرام أن نتحرك، ونستطيع أن نتحرك. اليوم الأجواء كلها مناسبة، الناس كلهم متضررون من الدولار، الناس كلهم تقريبا متضررون من السياسات الأمريكية كما لا يخفى على حضرتك في الصين وفي كل. فلماذا لا نستفيد؟ هذه مصالح، وهذا لا يعني أننا نقاطع أمريكا أبدا، علاقة، لكن مصلحتنا فوق كل المصالح. فلذلك إخوة الكرام يجب أن نتحرك كل واحد في مكانه. وعنوانه، أنا إذا تسمح لي باختصار العنوان حقيقة الذي أريده، أنا قبل 30 سنة لما مجمع الفقه الإسلامي طلبوا مني أن أكتب بحثين: بحث في تكييف البورصة في المنظور الفقهي الإسلامي، وذهبت بنفسي إلى بريطانيا وبقيت 2 إلى أن وصلت إلى الدائرة الأولى، وهي تتكون من 17 أو من 17 شركة، وكلهم ما شاء الله معروفين يقودون هذه الشركات العالمية. ثم هذه بينا، ثم بعد ذلك الطلب الثاني كيفية إقامة بورصة إسلامية حقيقية بكل مقوماتها. وقلت في ذلك الوقت وأقولها الآن: إن البورصة أو الأسواق المالية هي بمثابة رئة الإنسان، فيها زفير وشهيق، يخرج ثاني أكسيد كربون ويدخل أكسجين، والإنسان لا يمكن أن يعيش بدون هذه الرئة. وكلما كانت الأجواء نظيفة كلما كان الإنسان سليما والرئة سليمة. فنحن نريد أن نهيئ الأجواء الاقتصادية الحقيقية، وليست بدائل وليست رخص كما قال أخي، أنه نشوف هذه الخمر شوية نشيلها ولا نخفف منها، ولا التورق المنظم مثلا يقول لا معليش ما دام دخل فيه وكالة. يا أخي الكريم، ما في سلعة كيف دخل فيها وكالة؟ لو دخل فيها 20 وكالة ما لها قيمة إلى آخرها. نريد باختصار شديد اقتصادا سوقا في أجواء نظيفة وبنفس نظيف، بيعا وشراء. هذه النظافة تتضمن أمرين: الأمر الأول أن تكون كل منتجات السوق نظيفة، والأجواء نظيفة، والأرواح كذلك نظيفة، وأن يكون هناك عليها رقابة حتى نعطي الصورة المثلى لاقتصادنا الإسلامي. اقتصادنا أخلاق، اقتصادنا قيم، اقتصادنا رحمة، اقتصادنا لمصلحة الجميع وليس لمصلحة فئة معينة. وهذا هو الفرق بين الاقتصاد الرأسمالي والاقتصاد الإسلامي. ولذلك الآية اللي قرأها أخونا قال: اقرأ باسم ربك، لم يقل رب العالمين اقرأ فقط، لا بد أن تكون القراءة، وهذه القراءة للكون
وللإنسان وللكتب ولكل شيء، ولكن لا بد في ظلال الرب، ربوبية الله. ما يطغى العلم، يؤذي البيئة، يؤذي الإنسان. ثم أكد القرآن الكريم بأن هذه القراءة في ظل كرامة الإنسان، حقوق الإنسان. اقرأ وربك الأكرم. فنحن اقتصادنا قائم في ظلال الربوبية، واقتصادنا لا يمكن أن يترتب عليه إيذاء أو ظلم بالإنسان، يكون اقتصادا في ظل كرامة الإنسان، يراعي الربوبية وحقوق الربوبية، ويراعي كذلك حقوق الإنسان وحقوق البيئة. ويوم إن شاء الله نصل إلى هذا المستوى، أنا أعتقد إن شاء الله، والخطوات بإذن الله تعالى احنا ماشيين بخطوات. اليوم أنا أتذكر أول بنك وأنا أتشرف بوجودي معهم، بدأنا ب25 مليون دولار فقط. اليوم حصة وموجودات البنوك الإسلامية والصيرفة الإسلامية والصكوك اليوم 2 تريليون و250 مليار دولار. فلذلك والمتوقع في سنة 2021 أن نصل إلى حوالي 4 تريليونات. فبهذه الأموال لو وجهناها نستطيع أن نقيم اقتصادا حقيقيا، والغرض من الاقتصاد أن يحقق التنمية. عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه خلال سنتين، حكم سنتين و6 أشهر و17 يوما و11 ساعة، تمام، قضى على الفقر تماما، من الكفاف. شوف السنة الأولى من الفقر المدقع إلى الكفاف، من الكفاف إلى الكفاية، من الكفاية إلى تمام الكفاية. وهذا ممكن بإذن الله تعالى. ولذلك علينا أن نتقدم وأن نفكر وأن نشغل عقولنا، ولا ما شاء الله وما أكثر العقول الطيبة، وإن شاء الله وإنا لواصلون بإذن الله تعالى. والاقتصاد يجمع الأمة. شوف الأوروبيون ما الذي جمعهم؟ حقيقة سوق أوروبا المشتركة. وحتى لو اختلفنا نحن المسلمين، العرب والترك والأكراد، والاقتصاد يجمع، والفرس وبقية الأمم الأخرى، اقتصاد يجمع كما جمع الأمم الأوروبية. فعلينا إن شاء الله بالاقتصاد النظيف الطاهر المطور وبمشروع متكامل، وإن شاء الله نحن نرى وليس ذلك ببعيد. وسامحوني إذا كنت قد أطلت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.